السلام عليكم. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة جديدة وان شاء الله تعجبكم، بجد لذيذة. جربوها وقولولي ايه رأيكم. يلا بينا نشوف الوصفة ايه. هنحتاج 2 كيلو لحمة، وحوالي نص كوباية من اللية بتاعت الضاني، وهحتاج 3 بصلات كبار حمر متقطعين شرايح زي كده، وهحتاج بصلاية واحدة بيضة برضو متقطعة شرايح، وهحتاج فلفل حامي، ده اختياري. اللي عايز يحط فلفل حامي يحط، مش عايز خلاص. ممكن تحطوا فلفل رومي اللي هو الالوان. والبهارات هحتاج معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وهحتاج رشة جوز الطيب ورشة حبهان، بس انا مزودة هنا الحبهان شوية، اختياري برضو، بس انا بحب طعم الحبهان فيه يبقى باين. وهحتاج 2 ورق لورا. الاول هحط الزيت، وبعد كده هحط اللية بتاعتي، وهفضل اشوح فيها لغاية ما تنزل الزيت بتاعها كله. الاكلة ديت اسمها التحميرة الليبية، عاملة شبه كباب الحلة كده، بس انا مش هحط عليها ولا نقطة مية. شوفوا الفيديو لغاية الاخر وهقولكوا هتعملوها ازاي. الاول حطيت رشة فلفل اسمر على اللية وهي بتتشوح كده، واول ما توصل معايا بالشكل دوت هنزل على طول باللحمة. واللحمة انا عايزاها تبقى متقطعة قطع صغيرة. روحوا عند الجزار قولوله عايزة لحمة تحميرة او لحمة كباب حلة. واول ما تنزل معايا المية كده هعلي عليها النار وهفضل اقلب فيها، وبعد كده هغطي الغطا عليها. وما تخافوش تحرق، ده بالعكس هتنزل المية اللي فيها كلها. هي دي المية اللي احنا هنسوي فيها اللحمة. انا غسله اللحمه كويس جدا قبل ما ابدا الوصفه. اهم حاجه تروحوا كل شويه تفتحوا الغطا وتشوفوها هل اتشربت الميه ولا لا، عشان ما تتحرقش مننا. كده برضو كانت لسه فيها شويه ميه، قلبتها تقلبتين، وبرضو هغطي عليها الغطا ومعليه عليها النار زي ما احنا. وكده بعد شوية فتحت عليها الغطا لقيتها خلاص مفيش ولا نقطة مية فيها، ما بقاش غير بس الزيت بتاعها. حطيت كمية البصل بتاعتي كلها اللي هي ال3 بصلات، ولسه هقطع عليهم بصلتين تانيين، بس شوفوا معايا الوصفة لغاية الاخر. هحط عليها برضو البهارات كلها بتاعتي، وهقلب المكونات دي كلها. ما تخافوش هي هتستوي، ما حطينا الملح في الاول برضه هتستوي، ما تقلقوش من حاجة. هحط نص كمية البصل الابيض بتاعتي، والنص التاني هسيبه لبعدين. هقلب شوية كده وهغطي الغطا، بس ههدي النار خالص عليها، يعني مش هعلي النار عليها خالص ولا متوسطة، انا عايزاها هادية جدا. وبعد كده بعد ما وصلت معايا بالشكل دوت والبصل دبل خالص، هقطع برضو بصلتين كبار حلوين كده، هقطعهم طرنشات بالشكل دوت، وهحط بقية كمية البصل الابيض والفلفل بتاعي، وبرضو هوطي النار وهغطي الغطا لغاية ما تستوي معايا خالص. وانا حطيت هنا بهارات لحمة، دي اختيارية، اللي عايز يحطها يحطها، مش عايز خلاص. بجد طعمها تحفة، وكده تبقى جاهزة معانا من غير ولا نقطة مية. ممكن تعملوها جنب مكرونة، بس هي بتتاكل احسن مع العيش البلدي، والعيش الاسمر بتبقى جميلة جدا. بالمناسبة الأكلة دي بتحب البصل جدا وبتكون حامية، بتبقى أحسن بكتير، بجد بتبقى جميلة جدا لما بتعملوها بالفلفل الحامي. وبكده بقى خلصت معاكم التحميرة الليبية، بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي رحمة، اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.